حقيقي انا عايزه اتكلم في موضوع مهم. هو احنا ليه بنشحن الناس؟ يعني انا شايفه فيديوهات كده عماله تطلع بتشحن الناس ضد فئه معينه. اذا كان مثلا واحده تطلع تشتم في الرجاله كلهم، واحد يطلع يشتم في الستات كلها، واحد يطلع ويقول احنا ما نخلفش عشان ايه؟ نترحم من قانون الاسره. انتوا بتعملوا ايه؟ ونشجع على كده ونبدأ نتكلم ونقول مصطلحات ونعممها على مجتمع كامل أو فئة كبيرة، ونقول أصل 99% من الستات نواشز، أصل 99% من الرجال أنطاع. عيب، عيب الكلام ده. والمفروض اللي بيعمل كده يتحاسب قانونيا. من الآخر، انت بتأذي مجتمع كامل، انت بتحرض مجتمع على انه يأذي الانسان اللي قدامه، اذا كان راجل يأذي مراته او اذا كانت ست تأذي جوزها. للأسف المشاكل بقت ما بين الزوجين بقت من أقذر المشاكل اللي احنا بنشوفها يوميا. والله احنا لو اتعاملنا مع تجار مخدرات، أسلحة، قتالين، سراقين، هيبقى أنضف 100 مرة من اللي احنا بنشوفه ما بين راجل ومراته. ايه ده؟ تلاقيه قلبه جامد قوي، اصل احنا خلاص هيتنفذ القانون الفلاني فانا هعمل واسوي فيكي، اصل القانون الفلاني هيتنفذ فانا هعمل واسوي فيك. ليه؟ انت طالبه ايه؟ نفقة عيالك هيدفعها، الموضوع خلص. خلاص الموضوع خلص، انتوا بتتكلموا في ايه؟ عمالين تقطعوا في بعض ليه؟ هو القانون لازمك بايه؟ نفقة عيالك هتدفعها، والله قايمه انت مضيت قايمه محدش ضربك على ايدك هتدفعها، يا اما نحلها بالود خدي عفشك. تمام. مسكن الحضانه انت عمالين تقولوا نقلل سن الحضانه نقلل سن الحضانه، اللي انا اكتشفته واللي بشوفه يوميا ان هم عايزين يقللوا سن 11 خاطر التمكين لا اكتر ولا اقل، مش عشان حبا في العيال. انا معايا قضايا بالهبل، اديني بقول لكم نتكلم معاهم ونقول لهم كده هتصرفوا ولا لا؟ لا مش هصرف، دول مش عيالي. طب تعالى خد عيالك، لا مش هاخده. ما انا فاتحه مكتب وعندي عشرات القضايا. تمام. بشوف قدامي ناس يوميا، زي ما في ست وحشه في ست كويسه، في راجل وحش في راجل كويس، فما اقدرش اطلع اقول لك ان 99% من الستات نواشز. عيب، عيب عليا. ما اقدرش اقول لك برضك ان 99% من الرجاله ما بتسدش نفقات. ليه؟ انا كل يوم في غزله المحكمه بدفع نفقات، كل يوم بعمل انذارات عرض، في ناس بتيجي تستلم نفقه من مكتبي ستات. فانت انا لو انا هطلع اشحن علشان اجيب ريتش واجيب فيوز والاقي ناس عماله تسقف لي وتقول لي اه يا استاذه عندك حق، انا كده بخون الامانه اللي ربنا اداهالي قبل ما اي حد اداهالي. انا ربنا وظفني في المكان ده وخلاني محاميه عشان اجيب حق الناس، مش عشان اضيعه واستغلهم. ده استغلال اللي بيحصل فيكم، ده استغلال. نضفوا دماغكم وما تسلموش ودانكم لاي حد.